السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. الكثير من الناس يأتون بكميات كبيرة من الخبز ثم يقومون بوضعه في الفريزر، وكلما يحتاجون الخبز يقومون بالأخذ من الفريزر ما يحتاجونه، ثم يقومون بتسخينه على النار، إما على البوتاجاز وإما في الميكروويف. وهذا الأمر من أخطر الأفعال على صحتنا، لأنه يعرضنا للكثير من الأضرار الصحية. فقد أثبتت الكثير من الدراسات الحديثة أنه عندما يتم حرق الغاز ويشتعل بالنار ينتج عن احتراقه ذلك الغاز هيدروكربونات أروماتية، وهي تيارات مسرطنة لخلايا الجسم، وهذا يجعل الإنسان أكثر عرضة للسرطان، أعاذنا الله تعالى وإياكم. وأيضا فإن الخبز إذا وضع على النار فإن الخبز يتلوث بمادة السناج، ومادة السناج هي هباب الفحم، فللأسف نقوم بوضع الخبز على النار فيأتي عليه هباب الفحم ثم نأكله في بطوننا ويعرضنا لأمراض خطيرة. فعلينا ألا نستهين بالأمر، وعلينا أن نأتي بالخبز الطازج كل يوم. وإذا اضطررنا أن نقوم بتسخين الخبز فالطريقة الصحيحة لتسخين الخبز هي نفس الطريقة التي تم صنع الخبز بها، فنأتي بالخبز ونضعه على طبق ألومنيوم نظيف، ثم نضعه على النار فيسخن الطبق، ومن ثم يسخن الخبز بطريقة آمنة، ونضع رغيف الخبز واحدا تلو الآخر على طبق الألومنيوم الذي وضعناه على النار. فعلينا أن نفعل ذلك إذا أردنا تسخين الخبز حتى نسلم من هذه الأمراض، ولا نقوم بتسخينه على النار أبدا.